ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا وصفه حلوه قوي، سردين، صينيه سردين تحفه. تابعوا الفيديو للنهايه عشان تعرفوا اتعملت ازاي، وطريقه سهله ومش هتبطلوا تعملوها. انا كان عندي سردين، انا كنت مشتريه طازه بس حطيته في الفريزر عشان ما كنتش عايزه اعمله ساعتها يعني. هنضفه بطريقه سهله وسريعه ومش هتاخد وقت خالص. تابعوا الفيديو للنهايه عشان فيها تكات كده صغننه، لو تابعتيها هتخلي السردين معاكي في حتة تاني. سريعا كده هنضف السردين بالراحة. لو ما بتعرفش تنضفيه ياريت تجيبيه جاهز نضيفه من بره، وانتي عيدي تنظيفه في البيت. تنظيفه سهل خالص. وفي الاخر بتحط شوية ملح وليمون وتسيبهم شوية وبعدين تغسليهم تاني. بصوا زي القشطة كده، ما فيهوش اي حاجة. تتبيلة انا هاخد منها معلقة بس مع الثوم اللي هحطه للسمك، وهقول لكم المكونات بتاعتها في صندوق الوصف. دي راس توم حاطه فيها ملح فلفل كمون كزبره، ولو عايزه احط سنه شطه حطي، بس انا مش هحط عشان احط من الهريسه دي اللي انا عاملاها. هكتب لكم برضو الوصف بتاعتها بس بعدين هعمل لكم فيديو يعني بيها. ودي الحاجات اللي هتتحط تحت السمك، اللي هي الفرشه بتاعت السمك: شرايح طماطم وفلفل حراق وبارد رومي يعني، وفي منه حراق لو مش عايزه شويه من الثوم. خدتهم على جنب كده عشان احطهم مع الطماطم والبصل. وفي بصلتين بس ايه، هوريكم شكلهم عاملين ازاي عشان هنقطعهم شرايح برضو، طرنشات شرايح اللي انتوا تقولوه يعني عادي. تمام. والسمك بتاعنا نضيفه زي الفل. هنتبلهم، وطبعا ما تنسوش الليمون، هنحط ليمون. حطينا التتبيله اهي في السمك وهنسيبه على جنب. انا هسيبه على جنب بس شويه صغيرين لغايه ايه ما اسخن الفرن. ودي الصينيه، ودي البصلتين اهم قطعتهم شرايح او طرنشات زي ما تسميهم، ودي الطماطم والفلفل والتتبيله اللي قلتلكم عليها وليمون، واتبل بشويه ملح كمان عشان ممكن تكون عدمه، وشويه زيت، واقلبهم في بعض واشيل منهم شويه طماطم عشان احطهم فوق السمك من فوق يعني على الوش. هرص بقى السمك بتاعي كده. رصيت السمك كله وشكله تحفه اصلا من قبل ما يستوي. وهحط طماطم اللي انا كنت شايلها على جنب هي والفلفل، وهديهم شويه زيت، وكمان حطيت شويه ميه بق صغنن بس. انا بحب اسويها الاول على البوتاجاز من فوق تاخد غلوه بس، وبعدين بحطها في الفرن تكمل بقية سواها. بصوا شكلها وهي على البوتاجاز من فوق، وهحطها في الفرن واطلعها بس اديها وش شوايه كده بتبقى حكايه. لغايه هنا يبقى انتوا اتفرجتوا الفيديو النهائي. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناه لو ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الوصفه الجايه ان شاء الله على خير. سلام.